السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. قضيت عمري كله وأنا أشعر دائما بأن علي أن أغادر. يقال دائما ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة. فإن كنت من محبي الغموض والإثارة والقضايا الغامضة، دلوقتي فعلنا بيج أرشيف. خليني أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها. يلا يا صديقي ادخل للبيج. هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة. هتلاقي الرابط في أول تعليق. ادخل للبيج وتابعنا علشان توصلك كل حلقاتنا الشيقة من أرشيف. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع شاب متهم بمحاولة نحر صديقته ووالدتها، وأثناء التحقيق معاه بنلاقي شيء غامض ومخيف ابتدى يظهر على جسمه، وبيبقى هو الوحيد اللي شايف وحاسس بيه، وفي وسط لحظات تلعثم كتير منه في الكلام بتنتهي حياته. وبنرجع فلاش باك لأيام بسيطة، وبنشوف مونيكا وهي نايمة جنب أليكس جوزها، ومرة واحدة بتدخل عليهم بنتهم كارلا وهي واضح عليها التعب وبتفقد وعيها في أقل من دقيقة، بس بنكتشف إنه كان مجرد ذكرى سيئة بتراود مونيكا، وبتصحى وهي مفزوعة وبتروح علشان تطمن على كارلا اللي بيبقى واضح إنها كبرت بالفعل وبقت في عمر 17 سنة. وبنعرف كمان إن أليكس الأب منفصل عن مونيكا من فترة طويلة، وبنشوفه وهو بيجيله تليفون وبنكتشف إنه بيشتغل ضابط شرطة لما بيروح لمسرح الجريمة، وبيشوف إن في سيدة رمت نفسها من دور عالي للأسف، وبيبقى الشاهد على الواقعة هو ابنها كيم. ولما بيروحوا يتكلموا معاه بيفضل يقول كلمات مش مترتبة، وبيبقى ملخص كلامه إنه مش هيقدر يعمل كده. من ناحية تانية بنشوف مونيكا وهي مع أحد المتهمين في السجن اللي بتكون موكلة بحق الدفاع عنه، وده لأنها بتشتغل محامية، وبرغم من إن المتهم ما بيكونش مرحب بوجودها نهائي إلا إنها بتكمل شغلها غصب عنه. ولما بتخرج بتقابل أليكس وبيعرفها إن كارلا اتصلت بيه وطلبت إنها تعيش معاه، وهنا مونيكا بتتضايق جدا وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بنشوفها وهي بتتكلم مع كارلا في العربية وبتقول لها إنها خايفة عليها لأن البيت اللي فيه أليكس مش مؤهل أساسا للعيش غير لفرد واحد، لكن كارلا بتقول لها إنه هيصلحه قريب. وبيفضلوا هما الاتنين في سكوت مستمر طول الطريق، ولما بيوصلوا للبيت بنشوف مونيكا وهي بتسيب لها ورقة جامعة في مدينة بعيد عنهم، وبتفهمها إنه مش باقي كتير على اختيارها إذا كانت موافقة أو لأ، وإنه فاضل أقل من 48 ساعة لموافقتها أو رفضها. ومن ناحية تانية بنشوف السيدة اللي رمت نفسها واللي المفروض تكون ماتت، وكيم ابنها واقف قصادها في مشهد غامض ومش مفهوم نهائي. والتاني يوم وكارلا رايحة تقدم ورق جامعتها بتقابل كيم، وبيتضح إنه زميل قديم ليها وبيقنعها إنه محتاج يتكلم معاها، فبتركب معاه العربية بمنتهى حسن النية، لكن ما كانتش تعرف إن أول ما تركب عربيته هتبدأ اللعنة تنتشر في عيلتها. وبعد ساعات قليلة جدا بنشوف مونيكا وهي بتستقبل مكالمة بإن بنتها في المستشفى، فبتروح عليها هي وأليكس، والدكتورة بتعرفهم إن حالتها ميؤوس منها، ولكن مش هيقدروا يحددوا سواء هتتعافى أو لأ إلا بعد أسبوع. وطبعا بنشوف حزن مونيكا وهي ماسكة إيد بنتها زي أي أم، وأليكس الأب طبعا ما بيكونش في إيده أي حاجة يعملها. وفجأة بيوصل كيم وما بيرضاش يقول إن هو اللي كان معاها في العربية، فبتأمن له مونيكا وبتطلب منه إنه يفضل معاها ويخلي باله منها لحد ما تروح الحمام وترجع. وأثناء غيابها عن بنتها بنلاحظ إن كيم ليه نية تانية من زيارته ليها، ده غير إنه بيوصل رسالة لمونيكا من موبايل كارلا. ولما بترجع لأوضة بنتها اللي كيم أصلا بيكون قافلها بنكتشف إنه محضر في إيده أداة حادة، وبيطلب منها إنها تنقذ بنتها، ولو كانت عايزة بنتها تعيش تروح لمكان معين هو بعته لها في رسالة. بس فجأة بيهجم عليه أليكس وبيدافع عن مونيكا. وبنرجع لأول مشهد في فيلمنا، وكيم بيفضل يكرر في كلمات كتيرة ورا بعض ومعناها إن مفيش وقت. وفجأة بنلاقي شيء غريب ابتدى يتكون على جسمه، لكن الشيء ده هو لوحده اللي بيكون شايفه وحاسس بيه، وللأسف بيلفظ كيم أنفاسه الأخيرة بدون ما حد يكون فاهم إيه اللي حصل له. ومن ناحية تانية بتكون مونيكا راحت للمكان اللي كيم قال لها عليه، وبتشوف هناك الساحر جون، وما بتكونش مونيكا عارفة هي فين ولا عند مين، فبتحاول إنها تمشي من عنده، لكنه بيناديها وبيعرفها إن حياة بنتها بإيديها هي وبس، ولكن قصادها هتدفع الثمن غالي جدا. وطبعا ما بتكونش عارفة مونيكا إيه هو الثمن اللي هتدفعه، فبيقول لها بكل غموض إنه لما يجي وقت الدفع هتعرف لوحدها، وبيجيب لها طبق فيه مشروب
حبوب واضح عليها انه خلايا حية من جسم بشري، وبيحط عليه مادة وبيشرب منه قصادها، وبيقول لها انها مش هتخسر اي حاجة لو شربته، وفعلا بتعمل كده. ومرة واحدة بتلاقي الدنيا بتلف بيها، وبيظهر على جون عنكبوت، وبيبدأ جون ينقل لها طاقة غريبة ليها. وفجأة بتصحى مونيكا تاني يوم وما بتكونش عارفة هي كانت بتحلم ولا لا، ولا حتى قادرة انها تفتكر اي حاجة، بس بيجيلها تليفون بيخطف قلبها من الرعب، وبتجري بعدها بسرعة على المستشفى لان الادارة بتكون عاوزة تشوفها هي واليكس. واول ما بتوصل بتلاقي كارلا بنتها هناك وهي متعافية الى حد ما، وطبعا بيحضنوا بعض، ولكن كارلا ما بيكونش مستوعبة اللي بيحصل، وبتفضل كارلا مش عارفة تتكلم من صدمة اللي حصل لها. اما عن مونيكا فهي بتطلع لمركز المراقبة في المستشفى بحجة ان شنطتها ضاعت وخايفة تكون اتسرقت منها لما نسيتها في اوضة كارلا، وبتلاحظ انها جت بالليل وعملت شوية حركات غريبة لكن ما بتكونش واضحة لان ارسال الكاميرا بيفضل يشوش. وبعد كده بتخرج عادي جدا، فبتتأكد ان عهدها مع الساحر عملته بنفسها بدون اي دراية منها. وبالليل بتصحى مونيكا على خيال شخص عند باب الأوضة، ولما بتقرب بيختفي، ومرة واحدة بتلف بتلاقي كارلا في وشها وبتبعدها عنها وبتروح لسريرها من تاني. وبعد ما بيجي ميعاد خروج كارلا من المستشفى بتحاول مونيكا انها تبحث اكتر عن الساحر جون، وبصفتها محامية شاطرة جدا فبتقدر تجمع شوية أدلة عن شخص كان على تعاون قوي مع الساحر، بس بعد كده تم سجنه بسبب انه انهى حياة شخص تاني. وبتكتب عنوانه في ورقة وفعلا بتروح لبيته، وبالفعل بتوصل مونيكا وبيبقى خايف انه يفتح لها الباب، لكن لما بتوري له انها جاياله بخصوص قضيته القديمة بيفتح لها فورا وبيبدأ يحكي لها كل حاجة، وبيعرفها على صورة زوجته وبيقول لها انها كانت مريضة وراح للساحر جون لانه ما كانش فيه اي امل من علاجها، واول ما تعافت كان هو دخل السجن للاسف. بس لما بيكمل لها كلامه بنعرف ان زوجته ماتت بسبب انه ما دفعش الثمن، فبتستغرب مونيكا لكنه بيعرفها ان هو ده الميثاق زي تنفيذ العهد يعني، وهو ان اول ما الوقت بيخلص وما نهتش حياة حد بدل حياة بنتها فهيتم التخلص منها فورا. طبعا بتتوتر مونيكا جدا وبتحاول تمشي من عنده لكن بيجري وراها وبيمنعها، وبيعرفها انها لو عايزة بنتها تعيش لازم تنهي حياة شخص تاني بدلها. من ناحية تانية بنشوف كارلا وهي بتحاول تنهي حياة نفسها، ولما أليكس والدها بينقذها اخيرا بتتكلم وبتعرفه ان كيم حبسها جوه العربية وخرج منها، وبرغم توسلاتها ليه الا انه ما رحمهاش ودفع العربية وهي مقفولة عليها من فوق الجبل. وفي وسط انهيار كارلا وهي بتحكي بنعرف ان كيم عمل كده علشان عمل عهد مع الساحر، ولما ما ماتتش كارلا كان لازم هو اللي يموت. وبكده بنفهم ازاي والدته اللي رمت نفسها واللي المفروض تكون ميتة اصبحت عايشة وسليمة. ولما بنرجع لمونيكا بنشوفها مع المتهم اللي بتحصل ما بينهم مشادة كلامية، وبتنتهي بانه اثناء ما بيهددها بيقع على الارض وبتجيله الازمة. وللاسف لاول مرة تكون مونيكا تفكيرها شيطاني بالشكل ده، وبتحاول انها ما تديلوش الدواء اللي مرمي على الارض قصادها وتتخلص منه مقابل روح بنتها، لكن بترجع لرشدها من تاني وبتديله الحباية وبتخرج لبره اوضة التحقيق نهائي وهي متوترة من احساس القوة اللي جالها وهي عايزة تتخلص منه. وبالليل بتشوف مونيكا نفس خيال الشخص اللي كان عند باب اوضة الرعاية في المستشفى وهو واقف عند بيتها، وبرغم محاولاتها انها تبعده وتقفل الباب الا انه بيفتحه بكل سهولة وبيرملها صندوق على الارض. ولما بتفتحه بتلاقي فيه ساعة رملية، وبنفهم هنا ان وقت رد العهد جه. ومرة واحدة بنلاقي كارلا ابتدت تفقد وعيها داخل حوض الاستحمام، بس بتقدر تلحقها مونيكا وبتفوقها. ولما بيكونوا في الطريق علشان يروحوا للمستشفى للاسف بنشوف مونيكا وهي سايقة بدون اي تركيز، وللاسف بتعمل حادثة، بس بنشوف انها ما اتأذتش ولا حتى كارلا، ولكن العربية التانية هي اللي اتقلبت من فوق قمة عالية. فبتروح مونيكا علشان تنقذه، فبتلاقي كارلا هي اللي بتعمل كده فبتبعدها عنه وبتحاول بكل ما عندها من قوة انها تنقذه فعلا، لكن بدون اي فايدة، لدرجة ان هو بنفسه اللي بيقول لها تسيبه قبل ما العربية تنفجر. وفعلا ده اللي بيحصل، وبتبعد مونيكا وبنشوف بعدها انفجار كبير للعربية، وفي البيت بنلاقي الساعة الرملية توقفت، ومعنى كده انه تم تنفيذ العهد. واخيرا بتوصل الشرطة وبتروح كارلا ومونيكا للبيت، والاول مرة بعد فترة طويلة كارلا بتحس بحب والدتها ليها وبتحضنها من قلبها بجد. وبعدها مونيكا بتتكلم مع أليكس، وللأسف بنكتشف ان هي اللي افلتت ايديها من الشخص اللي مات في العربية. ولما بيحاول يهديها أليكس بتعترف له بانها راحت للساحر، ولسه هتكمل كلامها بتلاقيه بيقول لها انه عارف كل حاجة لانه قبض عليه، وبيكمل وبيفهمها ان المفروض يتقبلوا فكرة ان اللي بيحبوهم يموتوا لان اكيد هيجي اليوم ده، بس علشان عاطفتها كأم استغلها
الساحر استغلال سيء جدا، وبينهي كلامه وهو بيأكد عليها مرة تانية ان فكرة الحياة والموت مش بإيديهم، وان كل اللي بيحصل ده مجرد اسباب مش اكتر. وبتمر ايام بسيطة واخيرا بيرجعوا من تاني عيلة واحدة، وبنشوفهم متجمعين عند المدفأ في جنينة البيت. فجأة بيسمعوا صوت صريخ كارلا وبتقول لهم ان في حرامي في البيت، فبيروح أليكس بصفته اولا الاب وكمان لانه شرطي شاطر جدا وبيقدر يكتشف المكان اللي مستخبي فيه المجرم، وبيبقى موجه ليه المسدس وبيهدده انه لو ما طلعش هيخلص عليه. مرة واحدة بنلاقيه حدفه وبيسمعوا صوت طلق ناري، ولما بتدخل مونيكا ليه بتكتشف ان أليكس للاسف اتصاب برصاصة في صدره وابتدى يتلفظ انفاسه الاخيرة بين ايديها. بس طبعا ما بترضاش مونيكا بقدرها وبتحاول تمارس نفس الطقوس اللي مارستها قبل كده مع بنتها، وفعلا بيبان انها طقوس شيطانية ملعونة. وفجأة النور بيطفي لكن أليكس ما بيصحاش، وقبل ما بتنهار مونيكا من فقدان الامل بتلاقيه فاق. والتاني يوم بيصحى أليكس وكل لبسه مختلف تماما، وبينزل يشرح للشرطي اللي حصل والمكان اللي وقع فيه على عكس ما مونيكا وصفته. ومرة واحدة بنلاقي جالها تليفون من واحد بيهددها لانه شافها وهي بتقفل باب العربية قبل الانفجار علشان تخلص على حياة الشخص اللي فيها. وطبعا أليكس ما بيكونش فاكر اي حاجة هو تعرض لها بعد وقعته على الارض، فبيسأل مونيكا عن قميصه اللي كان لابسه لكنها بتقدر تبرر له انه ما كانش نظيف فاضطرت تغيره له. وتاني يوم الصبح بنشوفه وهو بيودع كارلا لانها رايحة جامعتها الجديدة اللي هتوصل لها هي ومونيكا. واول ما بيمشوا فورا بيجري على المخزن اللي وقع فيه وبيرش مادة تظهر اثار الجريمة، وفعلا بيلاحظ انه كان في اثار لنزيف شخص وبيقدر يفتكر انه اتصاب في قلبه، وعلشان يتأكد بيروح يدور على قميصه اللي المفروض بيتنضف لكنه مش بيلاقيه. في الوقت ده بتتحرى مونيكا عن الرقم اللي كلمها وبتعرف هو مين وبتاخد رقم عربيته وبتتتبع مكانه اللي بيكون عند جامعة بنتها، وهنا بتعرف انه بيقرر ينتقم منها. ومن ناحية تانية بيكون أليكس فهم اللي مونيكا عملته وبيحاول يوصل لها، واخيرا بتوصل مونيكا ورا الشخص اللي بيهددها وبتشوفه واقف بالعربية، وقبل ما تحضر مسدسها بيجيلها رسالة من أليكس انها ما تعملش اللي هي عايزاه، بس ما بتهتمش وبتركب عربيته وبتهدده بالمسدس اللي معاها. ولما بتتهمه بموت جوزها بيحلف لها انه ما عملش حاجة. ومن ناحية تانية بيكون أليكس قدر يتتبعهم وبيعرف انهم رايحين لمكان مهجور، فبيحاول يوصل لها بأي طريقة علشان يمنعها انها تخلص عليه. وفعلا بتوصل مونيكا للمكان المهجور وبتوجه المسدس لراس الشخص المجهول اللي بنعرف انه اخو السواق اللي هي خلصت عليه، مع انه كان بامكانها انها تحميه. ولان مونيكا بتبقى اضعف من انها تصوب الرصاص عليه بيستغل موقفها وبيحاول يأثر عليها، وبنعرف انه غير متزن نفسيا وكان محتجز في مستشفى امراض عقلية، واثناء دفاعه عن نفسه منها بتيجي رصاصة في جنبه فبيضربها بمنتهى الوحشية وبتقع على الارض. وفجأة بنلاقيه ابتدى يخلص عليها لكن بيوصل أليكس في الوقت المناسب وبيدافع عنها وبيكون خلاص قرب يموته، ولكنه بيسمح له انه يعيش وبيربط الكلبشات في ايده، وكمان بيتصل بالاسعاف بعد ما اداله قماش يكتم بيه جرحه، وبيشيل مونيكا وبياخدها معاه على بيته. واول ما بتفوق مونيكا بيعرفها أليكس ان كارلا للاسف سكرها عالي ونقلوها للمستشفى وللاسف رجعت لغيبوبتها من تاني. ولما بتلومه مونيكا انه ما سابهاش تعمل اللي هي عايزاه بنكتشف انه بيوريها الساعة الرملية بتاعته اللي بتبقى غير بتاعتها خالص وكمان معاه بقالها سنين. وبنكتشف انه لما كارلا تعبت وهي صغيرة كان وقتها الساحر مسجون عندهم، فعمل العهد الشيطاني الملعون اللي بيسمى بالميثاق هو كمان معاه، بس كان التمن انه يخرجه من السجن. وفعلا قدر يدي للقاضي رشوة وخرج الساحر من السجن، ولكن في القضية الجديدة ما قدرش يخرجه للأسف لانها اتحولت لرأي عام، وعلشان كده الساعة رجعت تشتغل تاني بعد ما توقفت. وفجأة بتلاقيه بيقفل كل الابواب والشبابيك علشان ما تخرجش، لكنها بتبقى مصرة انها تخرج علشان تلحق تنقذ بنتها. ومهما حاول أليكس انه يفهمها ان ده مجرد ساحر، كل اللي يقدر يعمله انه يتلاعب بعقول الناس ويواجههم بمخاوفهم مش اكتر. وبيكمل وبيقول لها انه مفيش مخلوق بايده انه يموت او يحيي اي شخص، وكل ده بيكون مجرد اسباب مش اكتر. واللي بيموت فعلا بعد انتهاء ساعته الرملية بيبقى علشان آمن بيه ووثق عهده الملعون، ولكن اخر ما بيزهق من كتر اقناعه فيها بيأمرها انها تخلص عليه هو. ومن ناحية تانية بنشوف الشيء الغامض اللي كان على كيم وهو بيغطي جسم كارلا في المستشفى، وفي وسط تردد مونيكا ومحاولة موت كارلا بسبب اقتناع مونيكا بالجهل وإيمانها باللعنة اللي محوطاها بنلاقيها ما قدرتش انها تتخلص من أليكس، ورضيت بقدرها ان لو بنتها ماتت فهي هتبقى راضية بالقضاء، وبتنهار مع أليكس وكأنها ضمنت بموت بنتها. ولما بيروحوا للمستشفى تاني يوم بيلاقوا كارلا واقفة على رجليها ومستنياهم،
وياهم. وبينتهي فيلمنا أخيرا وإحنا شايفين إنه بعد ما رجعت مونيكا لعقلها من تاني واقتنعت إن الموت شيء لابد منه وأيا كان وقته محدش هيقدر يمنعه، إن بنتها رجعت لها ودي كانت هدية القدر ليها، ويمكن كل اللي فات ده كان علشان علاقتها ببنتها تتحسن ويرجعوا أسرة مع بعض. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.